يسعد أوقاتكم. وصفتنا اليوم من التراث الشامي يلي كل حدا بالغربة مشتاق ياكلها. هالأكلة مرتبطة تماما بأجواء رمضان، وإن شاء الله حقدمكن إياها بطريقة كتير سهلة وبسيطة. لهالوصفة بنحتاج كوب من الطحين وكوب وربع من المي الدافية. هالوصفة بنعملها على مرحلتين، لازم نجهزها قبل بيومين مشان نستخدمها. بالمرحلة الأولى بنخلط الطحين مع المي الدافية بالخلاط اليدوي أو بالآلي. بنسكب الخليط بمقلاية مدهونة زيت وبنرفعه على النار، نتركه دقيقتين ل3 دقايق لحتى ينشف. أهم خطوة بهالمرحلة ما نقلبها، خليها على وش واحد لحتى تنشف. حتكون مثل ما انكم شايفين مايلة للون الشفاف وقوامها طري ولين. منحطها بالشمس حوالي اليومين لتنشف وتاخد قوام القاسي، وهيك بنكون خلصنا من أول مرحلة. بالمرحلة الثانية بعد ما نشفت العجين وأخذت القوام القاسي اللي بدنا إياه، بنحضر زيت على درجة حرارة عالية ونقليها فيه. لهالخطوة بنحتاج يكون معنا عودين من الخشب لنقدر نفرد الناعم نحن وعم نقلي. لازم تكون هالخطوة سريعة لأنه الناعم فورا بيتشكل وبياخد حجمه. وهيك صار الناعم جاهز، منزينه بدبس التمر أو دبس العنب ومنقدمه. إن شاء الله يكون كل شي واضح بالنسبة لإلكن. ما تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكن كل جديد.